واضح؟ وعليه فاحذر القراءة في كتب أهل البدع جميعا، القدامى والمعاصرين. لا تخف فقط من كتب عمرو بن عبيد والجهم بن صفوان وأتباعه، فلكل قوم وارد. كل أهل البدع يجب أن تحذرهم، ومنهم المعاصرون من أصحاب الأفكار الحزبية والتوجهات المنحرفة الحركية، ككتب التنظير في تنظير الجماعات المخالفة للسنة وهي خارجة عن السنة، كجماعة الإخوان المسلمين وكتابات منظريهم حسن البنا وسيد قطب وحبنك الميداني والسباعي والقرضاوي وغيرهم في جماعة آخرين. وكذلك كتب الجماعات التي هي حقيقة بنات الجماعة الأم، خرجت من عباءة الجماعة ويدينون لها بالولاء. فالجماعة جماعة الإخوان هي الجماعة الأم لهذه الجماعات، فبئست المرضعة. من هذه الجماعة السرورية وكتابات مفكريهم، فمن مفكريهم ومحيي فكر سيد قطب التكفيري الذي ملأ الدنيا بهذه الأفكار المنحلة والمنحطة والمخالفة بل والكفرية، ممن أظهر فكره المنحرف في هذا الباب وأخرج تنظيراته إلى العلن محمد سرور نايف زين العابدين، وله كتب عديدة وله اسم حركي آخر كتب به كتبا عديدة، وجاء دور المجوس أمل والمخيمات الفلسطينية وغير ذلك، كان يسمي نفسه بعبد الله محمد الغريب. وكذلك كتاب لمنظر لهذا التيار وهو ربيب الجماعة الإخواني المشهور المعروف وهو عراقي، عبد المنعم صالح العلي العزي، واسمه الحركي محمد أحمد الراشد، فمن أخطر الكتاب وأهل الأهواء. وكتب عبد المجيد الشاذلي ومحمد الغزالي المعاصر وغيرهم كثير وكثير. فاجتنب قراءة الكتب هذه وكتب المودود وكتب إنعام الحسن من جماعة التبليغ وأساتذة الجماعة وتلامذته، وهكذا دواليك. في المقابل يجب أن تحذر أيضا من القراءة لكتب التغريبيين والمنظرين الشهوانيين والليبراليين الذين استغلوا محاربة الدولة وفقها الله للفكر الحزبي الإخواني السروري أو التبليغي أو التكفيري ونحو ذلك وما تفرع منه، ليمرروا أفكارهم المنحرفة الظلامية، وهم لا يقلون خطورة عن أولئك. فمآل دعاة التغريب هؤلاء بني ليبرال، أقول مرد أمرهم الركض خلف الغرب وانحطاطه، فيسوغ المظاهرات والخروج في المسيرات والإنكار على ولي الأمر المسلم، بل وإشاعة عقائد منحرفة ضالة وإلحادية والعياذ بالله. ومن أشد ذلك أيضا التشكيك في الثوابت المقررة في أصول الشرع وثوابت الدين. عموما كل من خالف الحق والنور الذي جاءنا به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسار عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولزم ذلك أئمة الدين وسلف الأمة الصالحين، ورفع رايته وانتصر له وأيده، وقامت
هذه الدولة المباركة، الدولة السعودية، المملكة العربية السعودية الإسلامية التي رفعت راية التوحيد وانتصرت للسنة، رفع راية ذلك الإمام المؤسس عبد العزيز آل سعود رحمه الله وطيب الله ثراه. فلا تعر نظرك ولا سمعك ولا تعطي أحدا من هؤلاء جميعا لحظة من لحظات عمرك، فقد نبهتك والله الموعد.